طبعا النهارده كان عندنا مشاكل كتير في الفرقة. اولهم طبعا الدفاع والباكين. مشكلة كبيرة جدا 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 بيواجهها النادي الاهلي. الدفاع بتاعنا مش احسن حاجة. يمكن لما نزل مصطفى العش ظبط الدنيا شوية. رامي ربيعة سيء جدا والحمد لله ان هو خرج. ياسر ابراهيم مش عارف، يعني انا مش عارف ياسر ابراهيم يعني. كل الكور اللي بتيجي ورا ظهره، يعني حتى من ايام السوبر الافريقي الهدف اللي دخل فينا برضو كان ناصر منسي جاي من وراه. برضو الجون التاني النهارده فينا جاي من وراه. صلاح محسن الجون الاولاني جاي من فئة يا ياسر يعني. مش للدرجة ديت يعني. انت بتلعب في النادي الاهلي. وبعدين اللي احنا عرفناه ان موضوع التجديد بتاعه خلاص انتهى. يعني انت مش ما تشغلش دماغك غير بالفرقة، غير بالتركيز في المباريات، غير في التركيز في التمرين. لكن بالشكل ده سيء جدا جدا جدا. وصدقني الاهلي لما هيعمل صفقات انت هتبقى قاعد على الاحتياطي في الاحتياطي. طب وبعدين؟ طب لما رامي يرجع مثلا واشرف داري يرجع، ما انت هترجع احتياطي. يا رب رامي ما يرجع والعش هو اللي يلعب مكانه. فايا كان انت يعني، يعني الاهلي جدد لك علشان تفيد الاهلي، لكن بالشكل ده لا الوضع يعني. وفي ايام كتير جدا كان بيعمل مستوى عالي، لكن مش عارف ليه التركيز قليل جدا. الشناوي برضو عليه علامة استفهام غريبة جدا جدا جدا. آه، م- يعني من فترة ضربات الجزاء ما بيمدش ايده. بطيء في التحرك. النهارده الجون اللي داخل فيه طير يا شناوي. يعني انت ليه ما بتطيرش يا شناوي؟ يعني انت خايف على نفسك تخبط في العارضه، ولا خايف على نفسك يعني يجي لك انا مش عارف في ايه. يعني امال هتعمل ايه في كاس العالم؟ يعني انا عايز افهم هتعمل ايه في كاس العالم. وانا بتمنى ان شوبير ياخد الثلاث ماتشات اللي جايين دول. الاهلي مفيش فيه محسوبيه ومفيش فيه مجاملات. طالما الشناوي جدد خلاص. انت مش جددت خلاص تمام، سيب بقى المدير الفني يشتغل. سيب بقى المدير الفني يشتغل لان كده الوضع صعب. يعني مفيش تركيز. الكرات اللي بتطلع عليها خطأ. حتى الجون الاولاني برضو مشترك فيه مع ياسر. يعني برضو مفيش رياكشن قوي. مفيش خالص. مش عارف ليه الشناوي يعني مش مركز بالشكل ده. انت خلاص جددت والامور مستقرة. ركز بقى لان اللي جاي صعب. اللي جاي مش محتمل اخطاء. فبالتالي انا يعني اتمنى ان شوبير ياخد الثلاث ماتشات ويتجهز لكاس العالم. لان يعني بمنتهى الامانه المساله مش محتاجه مجاملات او ما فيش مش موجود في النادي الاهلي. فاتمنى اتمنى اتمنى شوبير ياخد فرصته، لان هو الاحق بالموضوع ده. والدفاع لازم نوجد حل سريع جدا لمشكله الدفاع. والباكين هاني الى حد ما معقول. لكن طبعا كوكا عنده مشكله، ولازم كمان احنا عايزين لعيب باك شمال علشان يديك الطابع الهجومي مع الدفاع. فلا يعني احنا عندنا الدفاع والباكات مهمين جدا. آه، الحقيقه كان برضو مروان النهارده ما كانش في احسن حالاته. يعني برضو بس بدأ الشوط التاني يتحسن اكتر. لكن الشوط الاولاني كان عنده بساط خطأ كتير جدا. لكن الحق يقال ان عماد النحاس وظفه صح الفترة اللي فاتت، وهو بيقدم مستوى كويس. لكن النهاردة كان متذبذب شوية. لكن الشوط التاني كان رائع جدا وكان كويس جدا جدا جدا.